حبها من أول نظرة وندم إنه اتجوزها وهو داخل على 50 ورفض يخلف منها، والسبب غريب. زوجة الفنان خالد الصاوي الست جدعة وقت الأزمة وقفت معاه في تعبه وقالت له معاك على الحلوة والمرة. تعالوا نعرف هي مين وإيه قصة حبهم. اسمها مي صبري زكي كريم، بنت الشاعر والمهندس مدحت صبري زكي، وجدها صبري زكي واللي كان وزير الصحة في وقت من الأوقات، وجدها الأكبر الزعيم محمد كريم. مي نشأت في بيئة مهتمة جدا بالسياسة، عشان كده هنلاقي ليها نشاطات كتيرة في الأحزاب السياسية. ده حتى قصة حبها هي وجوزها خالد الصاوي بدأت في مؤتمر لحزب سياسي، شافوا بعض وخالد حبها من أول نظرة وارتبط بيها 3 سنين في السر، وبعدين خطبها على طول واتجوزوا وهو داخل على 48 سنة. مي قدرت في فترة بسيطة تبقى مديرة أعمال جوزها خالد الصاوي وتدخل الوسط الفني، وبقت معاه في كل خطوة في حياته. حتى لما رفض يخلف وافقته ما اعترضتش نهائي، رغم انه طلع بعد كده وقال انه ندم جدا على قراره في رفض الخلفة وان نفسه يبقى اب. ولما اتسأل عن سبب رفض الخلفة قال انه كان مصاب بتعب خطير وخاف يبقى وراثي وولاده ياخدوه منه، بس ندم جدا بعد كده وقال كان مفروض اسيبها على ربنا. مي كتير من الجمهور شافوا انها نسخة من هنا الزاهد، وطلع اشاعات في وقت من الاوقات في بداية ظهورها مع خالد انها اخت هنا، بس هي نفت كل الاشاعات دي وشايفة نفسها مش شبه هنا ولا حاجة. تعتبر مي وش الخير على الفنان خالد الصاوي. من وقت ما عرفها بدأ يشارك في اعمال كبيرة ويتعرف وبقى نجم صف اول، ودايما في اي لقاء ليه لازم يتكلم عن مي ودورها الكبير في حياته. وكشف مرة عن قصة الحب الكبيرة اللي بينهم وقال في تقارب روحي وذهني كبير قوي بيني وبينها، وعلى الرغم من فرق السن اللي وصل ل 20 سنة انا بحبها والسنين معاها بتعدي هوا وعايش سعيد، وانا فعلا اخترت الزوجة الصالحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ومش خالد بس اللي بيتكلم عن مي ودورها في حياته بكل حب، لا دي مي كمان في اي لقاء ليها لازم تشكره قدام الكل، وكانت حريصة انها ترد على الجمهور وقت ما قالوا انها دخلت مجال الفن والاعلام بالواسطة. وقالت مي خالد اداني دعم قبل اي حد، ولو بقيت المنتجة ومديرة العلاقات العامة فهو اللي علمني، وخاصة لانه سابني اطلع سلمة سلمة وما فرضنيش على حد، ويستاهل كل الدعم وبشكره قبل اي شيء لانه واثق فيا كمديرة اعماله. انا اتعلمت منه كتير جدا وهو راجل ما يختلفش عليه اتنين، ودايما كنت بوجه له نصيحة في مرحلة من المراحل، لكن خالد عنده نضج ومهما اتقال له برافو مش بيفرح قوي لانه بيخاف يوقف حافز انه يخرج احسن ما عنده، وهو ينصح بلد مش انا اللي انصحه. واتكلمت مي عن مواصفات جوزها خالد معاها في البيت وقالت خالد في البيت ألذ من ظهوره الفني، وخالد انسان لطيف ولذيذ ودمه خفيف، وعلى قد ما عنده حسم لكنه بيشارك رأي غيره في اتخاذ القرارات، ودمه خفيف وبيهون الحياة، وإنسان جميل. هو بني آدم ليه طاقة إيجابية على كل اللي حواليه، وقلبه أبيض جدا وبيعتذر لأي شخص قدام الناس، ولو زعلان بينك وبينه هيصالحك قدام الناس، لكن من عيوبه إنه عصبي. وحاليا بعتبر خالد هو جوكر الدراما المصرية. خالد الصاوي اسمه خالد جمال عبد الرحمن علي صاوي، عنده حاليا 58 سنة، وأخذ ليسانس حقوق من جامعة القاهرة. بعدها على طول أخذ بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون، واشتغل في بداية حياته محامي الفترة، ووظيفته الحكومية الأساسية هي مخرج في التلفزيون المصري، وأخذ أجازة بدون مرتب بسبب انشغاله بالتمثيل، وبقى بيجدد الأجازة كل سنة. خالد من صغره كان مغرم بالسينما وبيهرب من المدرسة عشان يروح يتفرج على أفلام ومسلسلات. خالد قدر يحقق شهرة ويكسب حب الناس وهو كبير، رغم انه بيمثل من وهو لسه في الجامعة، بس الموضوع ما كانش فارق معاه بسبب انه كان بيشتغل في اكتر من شغلانة زي محامي ومساعد مخرج ومؤلف تلفزيوني ومخرج تلفزيوني وناشط سياسي، عشان كده كان بيمثل بدماغ رايقة وما بيفكرش في الشهرة. وهنلاقي انه بدأ حياته الفنية ببعض الادوار الصغيرة وعمره 26 سنة، واشتغل مع الفنانة نبيلة عبيد في فيلم الدرب الرهبة، وكان بيجسد شخصية وكيل نيابة. ومعروف عن خالد ومراته حبهم للكلاب لدرجة انه مربي 5 كلاب في بيته، منهم كلبين بلدي.